مرحبا يا حلوين، كيفكن يا أكابر؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. رجعت لكم بفيديو جديد مثل العادة، بس أكيد سامعين صوتي كتير تعبان. أنا مرشحة وخليكن معي وأنا مجهز الفطور وندردش شوي. صار لي 4 أيام مرضاني تعبانة كتير، يعني اليوم صوتي رجع صار أحسن، جايني قريب قوي على صدري وعلى حلقي. عم بشرب زنجبيل وليمون، يعني إن شاء الله صرت أحسن يا رب. فبتعرفوا هون بأوروبا ما في عندهم لا حبوب التهاب ولا أي شيء من هذا، فنحن بنعالج حالنا بحالنا. المهم اليوم مدرسة ابني شوي مأخرة، الساعة 9 ببلش. قال لي أمي ماما اعملي لنا فطور هيك شكل سنة السفرة. فقلت يا بنت أمي يعني قوي حالك. شكل ست الأمور جهزت فطور مثل ما شايفين، فطور لشخصين مثل العادة، يعني مكدوستين، كل واحد مكدوسة وجبنة ولبنة من قريبه وخضار. والله بده يفطر معي مروان ويطلع على المدرسة، وبعدين بعد المدرسة عنده كم شغلة بده يقضيهم، وبعدين بده يطلع على النادي. وهيك صار جاهز الفطور. هلأ بدي نادي لمروان مشان حتى نفطر ويطلع هو يشوف أموره. أنا حكوا معي رفقاتي بده يجي لعندي ضيوف، بقى بدي جهز يعني شي للضيافة، لأنه ماني قادرة أطلع على برا والله وأشتري شوية أغراض، فحجهز من أغراض البيت. هون بعد ما خلص مروان فطور ونزل، فتذكر إنه نسي أغراض النادي، نسي كل شنطايته. طبعا على طول هيك، يعني مو أول مرة بيعمل فيني. طبعا ما رضي يطلع ياخدن، قال ماما زدتي لي هون من الشباك، فزدت له ياهون. وهلا بده يتيسر، رجعت نزلت المطر. الله يحميه يا رب، كيف ما بدي روشه الله يحميه، استودعته عند رب العالمين. هلا هون عم جهز للضيافة. طبعا المحلاية أنا منزلتها بفيديو قبل هالمرة، مشان هيك ما نزلت المقادير. هون صارت جاهزة وهلا بدي اسكبها. وهو هذا الجو أصلا بده محلاية، بس محلاية سخنة. أنا هون حطيتها مشان تبرد. يا ترى مين مثلي بيحب ياكل سفل الطنجرة؟ كتير أنا بحب آكل سفل الطنجرة، إن كان حليب ولا كان أكلات اللبن، أنا كتير بحب آكل أواخر الطنجرة. هلا هون بعد ما بردت المحلاية كنت مجهزة الكريمة وبدي بلش بالتزيين. هيك صارت جاهزة. هلا بدنا نحط المكسرات، وهيك صارت جاهزة المحلاية. وإن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو والتحضيرات. شكرا كتير لمتابعتكم، وبتشوفوني فيديو تاني جديد وروتين، وبكون أنشط من هيك إن شاء الله.